قد نتفق أن الشخص الوحيد الذي يمكننا تسليمه حياتنا ونحن مطمئنون هو الطبيب، وغالبا ما يكون ذلك خلال عملية جراحية. لكن أن تسلم حياتك لشخص آخر من أجل المتعة والمغامرة، هنا تكمن الحكاية. يقولوا الحلم تاع الانسان هو يطير، احنا رانا نطيروا صح. لو بارابونت أو رياضة الطيران المظلي، التي أصبحت هواية لا تقتصر على أهل الاختصاص، بل لاقت مؤخرا رواجا عند مختلف فئات المجتمع. تنقلنا هنا إلى أعالي جبال صريدي بعنابة لنشارككم هذه المغامرة ونعرفكم على خباياها، ونعانق وإياكم سماء جبال الإيدوغ التي تحاذي الأزرق المتوسط. تابع معنا القصة. معايا لورا كي نقول لك امشي امشي، كي نقول لك اجري اجري. اوكي هذاك غير مرحبا بكم عندنا. معكم محمد وليد بن عثمان، شاب من بلدية سريدي، ولاية عنابة، الولاية الهائلة السياحية عنابة. راكم معنا اليوم في موقع طيران شراعي اللي يقولوا لها en français le parapente. البارابونت هذا رياضة en même temps un loisir، donc c'est un sport et c'est un loisir en même temps. تعرفت به المنطقة لأنها رياضة هائلة جوستومون لازم الانسان يجربها باش يفهم واش هي. البارابونت هذا دخل الجزائر في سنه 2014 2015. نبداو هنا دو بيلوت من عندنا، ها واحد فيهم دايره هنا حاضر معنا. تعلموا الرياضه هذه من عند الفرنسيين لانه السبور هذا خلق عندهم، ومن ثم بدات تكبر بشويه بشويه. درنا دي ميتينغ انترناسيونال، معناتها جبنا مدربين من العالم كامل. شافوا المنطقه هذه فيها طبيعه هائله وتصلح للرياضه هذه والترفيه هذا. دونك تعلمنا وزادوا هما علموا لي بيلوت تاعنا، ولي بيلوت تاعنا ولاو مدربين. الان في الجزائر كاين اكثر من 500 ولا 600 طيار، ممكن فيهم 20 طيار مزدوج كما الطيران المزدوج اللي قاعدين نبروبوزيوه احنا. كاين اوسي لاجونت فيمينين، معناتها النساء كاينين بزاف اوسي. كاين نقول لك بالك شون كنزان ولا اون فانتان دو فام اللي قاعدين يطيروا في الجزائر. في عنابه هنا عندنا 5 ما شاء الله. المغامره هذه بدات بالحركه الجمعويه. احنا واش فهمت، قلت لك باللي الحركه الجمعويه تقدر تمدلها وتوصل ان سيرتان نيفو وين تلقى اون ليميت تاعها. على هذيك لازم نعاونوها بالكوتي كوميرسيال، وهذاك واش درنا خلقنا لابواط هذه معناتها وكاله كابتن سريدي مع دي بواط واحد اخرين باش نعطوا فيهم نشاطات ونبروبوزيو فيهم نشاطات ديفيرس بور لي توريست اللي يجونا للمنطقه تاعنا. ما يغبلكمش ثاني انه سريدي في العشريه السوداء اللي عاشتها الجزائر كانت منطقه واعره شويه. دونك الناس كانوا ما يدخلوش الغابه، ما يعرفوش المناطق الرائعه اللي كاينه في البلديه هذه وفي المنطقه هذه. دونك حنا بالنشاطات تاعنا رانا عرفناها ديكوفريناها من جديد، وعدنا نديو لها الشباب اللي كان ما يعرفش المناطق هذه، ودركا عاد يستمتع فريمون بالخرجات في المناطق هذو. المغامره هذه بدات بالحركه الجمعويه. بديناها بحركه بالجمعيه الاولى تاعنا اللي هي جرين جراوند. C'est une association de protection de l'environnement لحماية البيئة، والوبجيكتيف تاعها الهدف تاعها الأول والكبير كان باش نبروتيجيو لي دوغ، باش نحميو جبل لي دوغ تاعنا، لأنه احنا نحسبوه جبل تاعنا لأن دي ناتيف دو سيريدي معناتها بلادنا هذه. وراها درنا جمعية أخرى اللي اسمها سيريدي افونتور معروفة بالمغامرات، لأنه يعني بدينا نخرجوا للجبل نديروا سكون ابل لا روندوني بيدست. بدينا بها، خرجنا لي زيتوديون في لا بيولوجي باش يشوفوا لي زيسباس اللي عندنا في الجبل وكل شيء. دونك لوبجيكتيف تاعنا برينسيبال سي دو فير دو سيريدي اون فري ديستيناسيون توريستيك، معناتها نعملوها وجهه سياحيه بامتياز. البارابونت راهي رياضه وترفيه، ولازم الانسان يجربها ويعرف. انا يقولوا الحلم تاع الانسان هو يطير، احنا رانا نطيروا صح. ان شاء الله تشوفوا لي فيديو تاعنا دركا في لو بتي سبوت هذا وتفهموا ان شاء الله واش قاعد نهضر لكم. ومرحبا بكم في كل وقت في سريدي. شباب استطاعوا بشغفهم وإقبالهم على الحياة أن يبعثوا الحيوية والنشاط
في أماكن كانت منذ الأمس القريب حكرا على من يزرعون الرعب في قلوب الناس، وليحلقوا في سماء بلادهم بكل حرية، ويجعل من هذه الجبال مقصدا سياحيا للعائلات، فيعكس بذلك صورة الأمن الذي أصبحت تنعم به الجزائر. وأنت، هل تنوي خوض هذه المغامرة؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات.